يا مراحل. فاكر أول مرة حد قالك فيها كلمة مدح، أو حد قالك كلمة كسرتك؟ كلمة واحدة تخليك تصدق في نفسك، وممكن كلمة واحدة تخليك تعيش حياتك كلها شاكك في نفسك. الكلمة بتبرمج عقلك وبتتشكل صورتك عن نفسك، وبتحدد ايه اللي هتقدر تعمله من خلال كلمة واحدة بس قلتها لنفسك. تأثير الكلمة على حياتك. لو جينا سألنا ايه الكلمة، الكلمة صوت بيتقال ولا أثر بيفضل بعد ما الصوت بيختفي؟ عشان خاطر كده ممكن الكلمة تبقى أكتر سلاح يا يفيد الإنسان يا يضره. عشان خاطر كده خليني أقولك موقف عظيم في فتح مكة، لما الناس كانت خايفة من الانتقام. لما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دخل مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. كلمة نهت خوف وفتحت قلوب وغيرت تاريخ، وناس كتير دخلت الإسلام بسبب كلمة اتقالت من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام طمنهم بالأمان وبالسلام. أهمية الكلمة في حياتك اليومية. في بيتك طريقتك في الكلام مع أهلك يا إما ممكن تبني أمان أو توتر. وفي شغلك أنت ممكن تكون عندك فكرة ممكن تعرضها بطريقتين. أول طريقة تخلي اللي قدامك يأيد الفكرة ويبقى حابب إن هو ينفذها، والطريقة التانية تخلي اللي قدامك لا عندك إن الفكرة دي ما تتنفذ حتى لو كانت هي فكرة كويسة وهتكسب الشركة، بس الفكرة فين؟ فطريقة تعارضك للكلام. فهنا تختار طريقة كلامك هتخلي اللي قدامك فعلا يتقبل فكرتك، او الطريقة التانية ان هو ما يتقبلهاش ويعندك. كل ده بسبب كلمة ممكن تتقال في اي موقف. وفي العلاقات مش دايما المشكلة في العلاقة نفسها او في الموقف، المشكلة بتبقى في طريقة صياغة الكلمات. ممكن طريقة صياغة الكلمات تبني علاقة وتنجحها، نفس الموقف ممكن صياغة كلمة بمعنى تاني تبوظ علاقة وتنهيها بقالها سنين. فهنا الكلمة مش مجرد كلمة بتتقال، وفي الإسلام أنت بتتحاسب على الكلمة اللي بتقولها، وسواء كلمة منطوقة أو مكتوبة. أنت الكومنت اللي أنت بتكتبه على الفيسبوك ومفكر اللي هو مجرد تهريج، لا أنت بتتحاسب على كل كلمة بتطلع منك. فخلي بالك من الكلام اللي بيطلع منه، اللي احنا مسؤولين عن الحاجة اللي احنا بنقولها، مسؤولين عن أي فعل أو كلمة مبنية على الفعل بتاعنا. فلازم نبقى حذرين، مش مجرد حد ما عجبنيش حاجة ليه على اي منصة اخش اشتم فيه. مش ما عجبكش اعمل له سكرولينج، مش اخش اشتم فيه. انت هتتحاسب على الكلام اللي انت بتكتبه بايدك ده برضه. الكلمة رأس مال الانسان، بمعنى وظيفتك ممكن تتغير، الفلوس ممكن تخسرها، ولكن سمعتك دي الحاجة الوحيدة اللي بتفضل وانت عايش. حتى مماتك بتفضل سمعتك، يعني الناس يذكروك بالخير يذكروك بالسيئات اللي كنت بتعملها او بالسوء اللي كنت بتقدمه. فعشان خاطر كده خلي بالك من كلامك وابني سمعتك بكلام حقيقي، ده اول حاجة، وكلام كويس سهل ولين على الناس. ودايما الذكاء مش انك تتكلم كتير، الذكاء ان انت تختار امتى تتكلم وامتى تسكت وامتى تعلق. مش كل الناس مستنية منك رأيك، مش كل موقف لازم تعلق عليه، احيانا السكوت بيبقى ذكاء. وفي النهاية حابب اقولك ان حياتك حصاد كلماتك اللي انت قلتها على نفسك، او سمحت ان حد يقولها عليك واثرت فيك. لان الكلمة ممكن تكون دعوة ترفعك او دعوة عليك ده حاجة يعني عشان كده خلي بالك من كلامك يعني. وقبل ما تتكلم اسأل نفسك 3 اسئلة: هل الكلمة اللي انا قلتها دي حقيقية؟ طب الكلمة اللي انا قلتها دي طيبة، هتسيب اثر طيب في حد ولا العكس؟ وهل الكلمة اللي انا قلتها ضرورية ان هي تتقال ولا ملهاش لازمة ان هي تتقال؟ وفي النهاية يا صديقي حابب اقول لك: كن صاحب كلمة طيبة واثر طيب. والسلام عليكم.